ال AI هياخد مكان مصمم الجرافيك أو الفنان التشكيلي، دي سلسلة عشوائيات فنية وتعالى نعرف القصة دي. بص يا عم، ال AI عمره ما هياخد مكان مصمم الجرافيك أو الفنان التشكيلي، بس هو هيكون أداة من أدواتك كمصمم جرافيك في المجال يعني، أو كفنان تشكيلي. طب تعالى يعني، طب إيه اللي حصل أصلا يعني؟ تعالى نرجع للتاريخ كده نعرف حصل إيه قبل كده يعني زي ال AI. كان في عصر النهضة بدأ ظهور الكاميرا، فقالوا إن الكاميرا هتاخد مكان الفنانين التشكيليين، بس ده محصلش، والكاميرا ما أخدتش مكان فنانين تشكيليين، وشوفنا تطور أصلا الحركة الفنية، وشوفنا مدارس ومذاهب كتير. حتى من أشهر لوحات بيكاسو اللي هي كانت لوحة الغرنيكا، دي من أشهر لوحات بيكاسو في مسيرته كلها، هي كانت اللوحة دي. وكان الكاميرا أصلا ليها دور مهم جدا في إنشاء اللوحة دي، سواء كان من الإلهام بتاعه أصلا، هو شاف الأحداث اللي حصلت في الصحافة، الأحداث دي كانت متصورة بكاميرا. وكمان كان ليها دور تاني في توثيق مراحل لوحة الغرنيكا بتاعته، ودي كانت عن مذبحة يعني حصلت زي اللي بيحصل يعني اليومين دول، ربنا يكون معانا كلنا إن شاء الله يعني. فاللوحة الغرنيكا دي كان دور حاجة مهمة جدا فيها كانت الكاميرا، بس ما خدتش مكانه. بعد كده عندك حاجة تاني، بعديها ظهر جوجل، قالك جوجل هيسرق العلم، والعلم مش عارف ايه والكلام ده كله. بالعكس، جوجل حاليا بيساعد في العلم، وانك بتستخدمه في حاجات كتيرة جدا، وبيسهل عليك انك توصل للمعلومة. طب بعد جوجل ما عندك ظهر الفوتوشوب والإليستريتور، وكل برامج أدوبي قالك بقى اللي هياخد أماكن اللوح والرسم وهيسرق ومش عارف ايه والكلام ده كله. بالعكس، الفوتوشوب والإليستريتور حاليا انت بتستخدمهم في التصميم، وبيسهل عليك عملية معالجة الصور. وكمان لو بتعمل لوحة، انك بتعمل سكتش ديجيتال بيسهل عليك جدا. ومع استخدام بقى الكاميرا والمعلومات والصور الكلام ده كله في انك تنشئ لوحة أو تنشئ تصميم أصلا، بيجي شيء سهل جدا عليك غير في البداية. وكمان يعني زمان كان الفنان بيصور بيروح ياخد الكادر اللي هيرسمه، كان بيرسم سكتش، والسكتش دوا بيروح المرسم بتاعه ينفذه. انت حاليا مش محتاج تروح تعمل سكتش وبعد كده ترجع على المكان المرسم بتاعك عشان ترسم لوحة، انت بتصوره بالكاميرا وبترجع تعمل السكتش بتاعك من المشهد اللي انت ترسمه، او بتاخد السكتش ده وتروح مدخله على الفوتوشوب او الستريتور وتبتدي تعمل اللوحة بتاعتك، وتشوف التخيل والتصور اللي انت محتاجه. فده سهل عليك الموضوع، ما صعبوش ولا أخد مكانك، بالعكس ده أفادك أكتر في حتة التعديل والتغيير، وإنك تجرب أكتر من حاجة في مرحلة السكتش. طب بعد كده عندك حاليا بقى اللي هو ال AI. هو ال AI عمره ما هياخد مكانك، هو هيساعدك في التصميم، هيكون أداة من الأدوات، هيوفر عليك كل شيء روتيني كان بيتعمل في التصميم. في حاجات كتير جدا روتينية خلاص انت في غنى عنها، حاليا تركز بقى على الإبداع والدنيا دي كلها. وال AI على فكرة من الحاجات الحلوة كمان اللي هيعملها، إن هو هيريحنا من بعض العملاء. في بعض العملاء كده دول، هو ال AI يا عم بص روح خد الموقع ده هيعمل لك اللي انت عايزه، قول له انت عايز ايه وهيطلعه لك وخده وشكرا. زي كانفا كده يعني، بيريح بعض الناس فاهمني، هو عايز حاجات كده تمام عندك كانفا روح له. فاهم؟ فالتطور ده حلو ليك كمصمم ان انت تستفاد منه، زي الحاجات اللي فاتت دي كلها عمره ما هياخد مكانك، هو بالعكس هيكون أداة. وكان في حاجة جالها المدير الإقليمي لشركة جوجل، كان قال إن هما بيستعينوا بالناس المحترفة في تعليم وتطوير ال AI، بس ال AI مستحيل ياخد مكانهم. ده المدير الإقليمي لشركة جوجل اللي هما شغالين أصلا في ال AI. فال AI يا صديقي هو هيساعدك في شغلك، هيسهل لك حاجاتك، هيساعدك في حاجات كتير، وهيسهل الدنيا. إنك عندك فكرة معينة هتقول له الفكرة تكتبها له هيطلع لك التصور بتاعها، فهو هيساعدك جدا، عمره ما ياخد مكانك بس لو فهمته واتعلمته الكلام ده كله يعني. بس وأنا برام جوسد، فنان تشكيلي واشتغل مصمم جرافيك. سلام.